Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halal sholah, halal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'an istawsifukum fa inna tasfiyata as-suhum tamam as-salah sawsifukum mu'tadil hasan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله Subhanallah al-karim ya man abadan Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari pentingnya menuntut ilmu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul damautul alimi wa mautul alimi musibatun la tujbaru wa thulmatun la tusaddu wa huwa najmun tumisa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kematian seorang alim ulama merupakan musibah yang tidak dapat diganti dan merupakan retak yang tidak dapat ditambal. Ia bagaikan sebuah bintang yang tidak lagi bersinar. Kematian orang satu kabilah lebih ringan daripada kematian satu orang alim. Penggalan hadis riwayat Baihaqi. Diulangi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kematian seorang alim ulama merupakan musibah yang besar, tidak dapat diganti dan merupakan retak yang tidak dapat ditambal. Ia bagaikan sebuah bintang yang tidak dapat bersinar lagi. Kematian orang satu kabilah atau satu kaum lebih ringan daripada kematian satu orang alim. Hadis riwayat Baihaqi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna masalal ulama'i fil ardi kamasalin nujumi fis sama'
yuhtada biha fi lulumatil barri wal bahri faizan tomasatin nujumu au syaka an tadillal huda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan satu orang ulama di muka bumi bagaikan bintang-bintang di langit yang dapat dijadikan sebagai pedoman arah petunjuk di dalam kegelapan, baik di daratan maupun di lautan. Apabila bintang-bintang itu tidak dapat lagi bersinar, maka tidak lama lagi orang-orang akan mencari arah pun tersesat. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan alim ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit yang dapat memberikan petunjuk pedoman arah di dalam kegelapan, baik di daratan maupun di lautan. Apabila bintang-bintang itu tidak dapat lagi bersinar, maka tidak lama lagi orang yang mencari jalan pun akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satu orang ahli ilmu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang yang ahli ilmu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala zikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlatu fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Salah satu dari orang itu adalah ahli ibadah dan salah satu yang lain adalah seorang ahli ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim terhadap seorang abid atau ahli ibadah adalah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para malaikat dan para penghuni langit maupun bumi memohonkan ampunan bagi mereka. Para penduduk bumi termasuk semut-semut di dalam lubang, bahkan ikan-ikan, semuanya mendoakan keselamatan dan kebaikan bagi ahli ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, satu ahli ibadah, satu lagi ahli ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang ahli ilmu terhadap seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku terhadap orang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya Allah merahmati orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para malaikat dan para penghuni langit pun memohonkan ampunan bagi mereka. Para penduduk bumi termasuk semut-semut di dalam lubang, bahkan ikan-ikan dalam lautan, semuanya mendoakan kebaikan bagi ahli ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari ilmu. Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا
وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله سلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه